وانا فاهم. مرحبا بكم من جديد. برنامج هنا تونس في جزءه الاول مازال متواصل. يحضر معنا في الاستوديو هاشم الحميدي كاتب الدوله المكلف بالمناجم في وزاره الطاقه والمناجم. حديثنا الان حول ملف السياب اللي يبدو انه تحول إلى معضلة للحكومات للثلاث على السلطة السياسية في تونس بعد 2011. مكونات المجتمع المدني والطيف السياسي تصر على ضرورة غلق هذا المصنع. في المقابل ما نعرفوش اليوم شنو رأي الحكومة في علاقة بالملف هذا. هاشم حميدي، اليوم وانت مؤخرا كنت في صفاقس في زيارة مع السيدة الوزيرة وزيرة الطاقة والمناجم. تعرف الناس كل على علم اليوم بالملف هذا اللي طال الانتظار فيه. الناس كل تتساءل اليوم هل انه مش يكون المره هذه مع حكومه يوسف الشاهد فما قرار سياسي لغلق مصنع سياب ام لا، خاصه وانه كان فما زياره مرتقبه لرئيس الحكومه في الفتره السابقه لصفاقس وتاجلت بسبب ملف السياب. شكرا على طرح هذا السؤال الهام. اولا انا شخصيا اشرفت على حوالي 10 جلسات على موضوع السياب، وكل 10 جلسات معناها نعطيكم التعقيد نتاع المسألة، مش مسألة معناها بسيطة. علاش التعقيد؟ قرار أخذ في 2008 بتحويل السياب إلى المظلة، إلى موقع موجود في المظلة، وانطلقت بطبيعة الحال من وقتها إنجاز الدراسات وإنشاء المصنع مماثل لمصنع السياب طبعا. ولكن من 2008 لليوم ما وقعش الحسم في الموضوع هذا. علاش يا هاشم حميدي؟ الناس تتساءل اليوم علاش طال الملف هذا. انا بيدي بقيت معناها مانيش فاهم كيفاش في من 2008 ل 2016 ما وقعش الحسم في هالموضوع هذا. وقع اختيار موقع اخر باش يتعوض فيه بطبيعة الحال انجاز السياب. ما وقعش برمجة موقع السياب. يقولوا سياب، هو ما عادش اسمها سياب، هي مصنع صفاقس للمجمع الكيميائي التونسي. المصنع الوحيد اللي ما وقعش ادراجه ضمن البرنامج التأهيل البيئي على برنامج قريب 680 مليار في كل المواقع الانتاج، الا الموقع نتاع بسخيره موجود في جابس في المظله، الا الموقع هذايا. علاش؟ لانه كان برامج بطبيعه الحال انه يقع تحويل. ما وقعش حسم، ما وقعش ايجاد برامج بديله. هم في 8 لما وقع الاتفاق على تحويل وتصادق عليه زاد ايضا بعد بجلسه عمل وزاريه باشراف الوزير الاول في انذاك في 2009 بحضور كل الوزراء المعنيين، انه يقع تحويل وخلق انشطه بديله لك العمال هذوك. ولكن ما وقع شيء من هذا كله. انا هذه الاشكال وين صارت التعقيدات. ثم وعود صارت وما صار ولم يتم انجاز اي شيء. والملف من 2008 لليوم في 2017 بقى يروح في مكانه. اليوم مع حكومه يوسف الشاهد باش يكون فما جديد وانا سيد رئيس الحكومه هذه مهم راهو من النقاط هذه باش نبينوا اذا كان ثم تعقيدات. احنا بعض الاسابيع اللي خذيناها باش نتعمقوا، لانه 10 سنين ما صار حتى شيء. مش لان نقزموا في المجهود اللي صار قبل، مش سهل، ولكن لاول مره يقع طرحه بصفه جديه وجد حلول بديله جديه. دونك السيد رئيس الحكومه اذن هو بيدو اشرف على حوالي جلستين من اللي قلت لك عليهم معناها ويتبع يكاد يكون اسبوعيا في الملف هذا. انا شخصيا اتصل بي واتصل بالسيده الوزيره ويتبع السيد ولي صفاقس وغيره ويتبع في الملف هذا. احنا توا في اطار ايجاد حزمه كامله من الانشطه البديله اللي تمكن من تشغيل او توظيف هاك العمال الموجودين هذوك شبقات. وتم اتفاق. احنا توا كان ثم وجهات نظر متباينه من شيره تنسيقيه البيئه تقول لك التفكيك الكلي ونحاليه السياق هذا مش التنسيقيه فقط بل يجل مكونات المجتمع المدني وحتى الاحزاب السياسيه كتمنيات وعدد من النواب وعدد من الاحزاب السياسيه بطبيعه الحال. هذايا جانب. وفما جانب اخر من العمال نتاع السياب ممثلين في نقابتهم وكذا يقول لك احنا ثم اتفاقات سابقه مع بعض المديرين العامين ورؤساء المدير العام، منهم رئيس المدير العام الحالي، هو انه معناها يقع اختيار معناها مواصله نشاط عملوه هما في 2014 و 2015 اللي هو ذي احادي الفوسفات الرفيع الاس اس بي، واللي هو ذي هو النقطه الخلافيه الوحيده. بعد ما قربنا وجهه النظر السيده الوزيره اشرفت على جلسات، انا اشرفت على جلسات عديده، والسيد رئيس الحكومه، السيد رئيس ديوان رئيس الجمهوريه، رئيس الحكومه عفوا، والسيد ولي صفاقس. راهي مش سهله، معناها مواقف متباينه
جمعناهم يوم يعطيهم الصحة مشكورين زاد السادة النواب أساسا اللي لعبوا دور معناها تحكيمي وتقريب وجهة النظر تنسيقية البيئة وأيضا اتحاد الشغل الحق كل عملوا مجهود باش يقربوا لبعضهم بطبيعة الحال. والسيد الوالي صفاقس فرصة باش نشكروه يعني في مجهود كبير في المجال هذا واللي هو أصلا نقابي ولكن من الحق معناها جاي في الوسط. دونك نهار 22 مارس 2017 قمنا بجلسة نعتبرها تاريخية اتفقنا فيها على بعض النقاط اللي هو التفكيك الوحدات الملوثة لأن هما فما 3 وحدات وحدة الحامض شو اسمه الكبريتي وحدة الحامض الفوسفوري ووحدة التحبيب. قلنا الملوثين هما وحدة الحامض الكبريتي والحامض الفوسفوري اللي هو احنا اعطينا اذن للشركة منذ انطلقنا باش انه ما عادش تتواصل يعني حتى الدخان الموجود توا راهو دخان نتاع وحدة التحبيب دو جرانيولاسيون معناها التلوث نتاعو اذا كان موجود ولكن راهو قليل مقارنة ما كان في الصيف. باش هذا المسائل واضحة. ما بعثناش فوسفات عندنا 7 شهور ما بعثناش فوسفات راه معناها راهو اذوما خطوات خذتها حكومة الوحدة الوطنية باش نهديو من الخواطر ونلقاو حل جذري. معناها اذا كان نقولوا شو عملنا هاو شو عملنا معناها بدينا باش ومشينا في حوار قلت لك عميق معناها يكاد تكون ما ثماش اسبوع ما فيش جلسات في الشيء هذا ابار الاتصالات الجانبيه وغيره وغيره. حتى تشوفوا الامين العام تاع اتحاد الشغل هذا واللي قبله وتدخلوا في المساله على اهميتها. عملنا جلسات في وزارتنا عملنا جلسات في رئاسه الحكومه عملنا جلسات في وزاره الشؤون الاجتماعيه السيد وزير الشؤون الاجتماعيه زاد مشكور عمل معنا قام مجهود كبير وزير البيئه والشؤون المحليه كيف يعني مساله قلت لك على تراكمات عقدت المساله. دونك اتفقنا احنا في الجلسه هذه تفكيك الوحدات الملوثه التي تم ايقافها هي ديجا وقفناه واتفاق على انه نبداو في كراسات شروط لاختيار معناها مكاتب او عفوا معناها شركات لتفكيك الوحدات هذه استصلاح وتهيئه كوم الفوسفوجيبس. كوم الفوسفوجيبس الموجود هذاك اللي فيه منظر معناها موش لايق اليوم ولا بلاصق في سونتر فيل هذاك باش يقع تثبيته بطريقه بطبيعه الحال تقنيه وعلميه ثم يعني تهيئته ومعناها وانا غراسه معناها الجاره معناها من حوله كذا باش ينقص هذاك المنظر هذاك يولي معناها منظر مقبول. استصلاح وتهيئه الموقع ثم بطبيعه الحال ثم بوليسيون كذا قامت بها في وش 60 عام معناها المجمع الكيميائي في الموقع هذاك وكذا. ثم احداث قدم تكنولوجي في مركز بحث مركز تكوين متعدد الاختصاصات ومركز صيانه ومخبر مراقبه غير مدمره. هذا كل باش يمكن من تشغيل هاك توظيف هاك العمال الموجودين والاطارات الكبيره ياسر الموجوده عندنا. وثم مشاريع اخرى مرتبطه بمسؤوليه مجتمعيه المنشا مركز رعايه صحي وفضاء رياضي. باهي شبقى نقطه واحده خلافيه اللي هي الاس اس بي اللي هي بتشغل حتى اذا كان بتشغل جزء من الخدامه وهي التلوث نتاعها مرتبط ب على باش نجزوها ولا ما نجزوهاش ثم زوز عناصر باش يخلونا ناخذوا القرار وهذا اتفقنا فيه. اول شيء الدراسه البيئيه اللي تقامت اذا تصادق عليها الاي ام بي او اللي هي وكاله حمايه المحيط واللي هي بطبيعه الحال طلبت معطيات اضافيه اعطيناهم لهم معناها منذ حوالي 10 ايام ولا اكثر وهي باش تاخذ القرار اي ولا لا. الحاجه الثانيه اللي هي يوم دراسي مشترك ما بين الاطراف الكل معهم المجمع الكيميائي باش يقع تدارس بصفه علميه الاثار البيئيه للاس اس بي يا ما يصير ولا ما يصيرش. واضح. هشام حميدي كاتب الدوله المكلف بالمناجم الملف هذايا قلت وانه ملف معقد لانه فما برشا اطراف مهتمه به وفما برشا اطراف طرف في المعادله لحسم ملف السياب مصنع السياب اللي مازال الى حد الان محل خلاف كبير بين مكونات المجتمع المدني والطيف السياسي والاتحاد العام التونسي للشغل اللي عنده مقاربه اخرى في التعاطي مع الملف هذايا ومع منظوريه معنا في المباشر عبد الجليل قدوره عن تنسيقيه البيئه والتنميه بصفاقس. يا عبد الجليل مرحبا بك. مرحبا شكرا على الاستضافه. مرحبا بسيد كاتب الدوله. سي عبد الجليل كنت تستمع للسيد كاتب الدوله يتحدث عن خارطه الطريق اللي تقترحها حكومه يوسف الشاهد لحلحله الملف هذا. اليوم انتم في تنسيقيه البيئه والتنميه هل انه قابلين بالطرح هذا؟
والله قبلي مش قبلي، انا نستغرب حاجه كبيره برشا. تبعت الجزء الاول نتاع مداخله السيد كاتب الدوله. بصراحه فرحت اللي فما جميل جدا، كنت فما برامج كبيره برشا في الصناعه الاقتصاديه في تونس. والغريب كونه مستثنيات تماما، عباره معناه يقول فما حزمه واحد وفما مشكله معقده. سمحني راهو الجروب التونسي والحكومه التونسيه اللي تعقد فيه. خاطرش قبل نسكر معمل نتاعك 92 يافي باي بروبليم، ما فماش مشكله، ما صارتش مشكله بالكل. اما نحبوا نعقدوه خاطرش علاش؟ اليوم السيد الوزير يحكي على 680 مليار تاهيل بيئي في اماكن الانتاج الكل، والساقف غير معني، كاين ما عندناش تلوث، معناها مستثنيات. هذه نستغرب فيها هذه حاجه. يحكي على حزمه مشاريع في الاجتماع الاسبوع الفارط يوم 22 مارس الفات في مقر ولايه صفاقس. طلبنا من الساده المسؤولين خاصه من الرجال نتاع جروب شميك وحتى من هنا الكوادر نتاع السياسه يعطينا نسخه نحب نشوف المشاريع هذوما اللي حطوا لهم مبلغ 9 مليار اللي هو مسخره. معناها كيف نشوف نعرفوا خاطرش عندنا فكره على ايش معناها تاهيل بيئي وعلى اللي صار في تطور، على اللي صار في الانتاج قبل، ونعرفوا وقلنا راهو المبالغ هذه بعيده ياسر على الواقع. معناها يحبوا يردوا منها مشكله، بس اصلا فماش مشكله. فما اتفاقات بالمراكنه جري صارت بين المجمع الكيميائي التونسي ودخلوا فيها النقابه ويحبوا يفرضوا علينا حاجات بينا فيهم اس اس بي تو كموضوع اخر. معناها هذا غير مقبول. اليوم يحكي على مسؤوليه مجتمعيه، والله حاجه رائعه جدا تفرح. نقول لازم عايشين في تونس، المؤسسه يحكي عليه هذه في تونس، يحكي على المسؤوليه المجتمعيه ولا يحكي على مؤسسه اخرى. ما ثماش مسؤوليه مجتمعيه في السياق بالكل. اليوم نشوفوا المظهر مش من فوق بالطائره، مش مظهر جاي. تطلع فوق القنطره قدام السياق تشوف مكان خراب دمار، تشوف عباره على قنبله نزلت، مكان خارج من الحرب. في قلب البلاد، قلب المدينه. يحكي لي عن مسؤوليه مجتمعيه، ما نعرفش على شنو يحكي. في البرامج المستقبليه وين الميزانيه المرصوده؟ في البلان 2016 ما ثم حتى مليم مرصود للتأهيل البيئي للمنطقة، وهذا طالبينه وصار فيه اتفاقات وصار فيه. نحكي لك على كيف مازالت وزارية صارت 2008 2012 و2016 صاروا داخلين خاصة. سي عبد الجليل، اليوم تنسيقية البيئة علاش تتمسك بقرار تفكيك والغلق النهائي لمصنع السياب في ظل ربما مطب كبير اللي يتعلق بالموظفين والعمال في هذا اولا مش مطلب تنسيقية بس، هذا مطلب صفاقس. اليوم عندنا عريضة نصحها من أكثر من 40,000 مواطن في صفاقس، وهذا راهو تمشي قديم. فما قرارات الدولة يلزمها الدولة تحترم التزاماتها. ثم قرار غلق. واضح سي عبد الجليل. خليك معنا هاو سي هاشم الحميدي يجاوبك في المباشر، ممثل الدولة ممثل الحكومة اليوم. سي هاشم، كنت تسمع في وجهة نظر من مكونات المجتمع المدني تنسيقية البيئة والتنمية كيفاش تعلق؟ شوف، أنا كنت أتكلم على البيان هذا مصح فيه الأطراف الكل اللي قلت لك عليهم، منهم عن تنسيقية البيئة والتنمية سي عبد الحميد الحصايد. بالنسبة للمسؤولية المجتمعية قلنا المقاربة جديدة، وراهي صفاقس مش مستثنات. ولكن إذا كان نقولوا مسؤولية مجتمعية في هو نربطها بتهيئة ورفع الآثار البيئية أو التعويض على الآثار البيئية الموجودة، هذا راهو فما مشروع حالي موجود، ميزانية مرصودة حاليا ب 90 مليون دينار. هذا الجزء المتعلق بالمجمع الكيميائي، ولكن تبارورا راهو ما صرفتش فيها المجمع الكيميائي بركة، ثم راهو وزارات أخرى، ثم التزام حكومي. احنا اليوم اذا كان مش يقع تبني الشيء هذايا راهو التزام حكومي، مش راهو المجمع الكيميائي هو باش يقوم لوحده، على رغم انه هو المتسبب الاساسي ولا من المتسببين الاساسيين في البيئه في الضرر البيئيه. ولكن المجمع الكيميائي راهو وقت اللي معناها في مثلا وضعيه الامبيكا راهو كي تشوفوا راس المال نتاع شركه تبارورا ولا شكون صرف عليها نفهموا. بطبيعة الحال أنا ما نحطوش المسؤولية الكل في المجمع الكيميائي، لأنه المجمع الكيميائي كي يربح فلوس تمشي المجموعة الوطنية، تمشي الميزانية العامة للدولة. لما تكون ثم آثار بيئية ما تحملهاش وحده. معناها هذايا على الأقل باش نكونوا نحكيو في المسألة بصفة واقعية. إذا كان نقولوا مثلا مشروع التهيئة وكذا يتكلف 400 مليار ومش مجمع كيميائي باش نجم يعملها، فهمت؟ معناها نحب نكون نتكلموا بمسؤولية. ولكن 90 مليون دينار كي تهيئها وتحضرها يونيكمون لتهيئة السيت راهو مش شوي غير كافي. نمشي معاك في مرحلة أولى، يكونوا مرحلة أولى ومن بعد، لكن زدنا نتكلموا
معناها بمسؤوليه. ما نحبش نقول اللي باش نهيئوا كمجمع كيميائي تو في المرحله الاولى في كذا وعندنا الامكانيه باش نهيئوا 100% من الاثار البيئيه، ولكن هذا قلنا احنا ثم عندنا مقاربه جديده. قد اسمه الاس اس بي، الاس اس بي قلنا راهو باش يتعالج، وهذا التزام يظهر لي ماناش نحيدوا عليه. لكن اليوم سي هاشم التنسيقيه تطالب برفض اي نشاط فوسفاتي بعد غلق السياب، هل انه الحكومه ماضيه في هذا الاتجاه ام لا؟ سامحوني، تنسيقيه عندي بيان مصحح فيه ملتزمه به. اذا كان تنسيقيه ماهيش ملتزمه ولا ما عادش ملتزمه يلزم يخرج بيان في هذا. اذا كان مازال ملتزمه احنا قلنا الاس اس بي نخليوه معلق الى حين شيئين كما كنت نقول لك عليهم، لا ام بي او ودراسه. او نقرا لكم النقطه الثالثه، القيام بدوام دراسي مشترك بين الاتحاد العام لتوزيع الشغل وتنسيقيه البيئه والتنميه والمجمع الكيميائي حول احاده الفوسفات الرفيعه الذي يشكل مشروعا خلافيا. دونك هنا معناها الباقي كل متفقين فيه، خلينا باش يعملوا قاعدين يحضروا توا في بالنسبه للدوكيومون اللي موجودين عند الاداره الجهويه للمجمع الكيميائي. اي من يريد يتصل بها من الجمعيات ولا كذا ولا الساده النواب يتصل بمدير الجهوي. وانا كلفت نهار الاربعاء المجمع الكيميائي باش يعمل 20 نسخه من هذه الدراسه هذه ويخليها على ذمه السيد الوالي. معناها هو يسمع فينا. سي عبد الجليل قدور عن تنسيقيه البيئه والتنميه بصفاقس، اليوم التنسيقيه تراجعت على البيان اللي وقعت عليه بحضور وزيره الطاقه والمناجم. لا ما تراجعتش. اليوم الدراسي نعملوه فما حتى اشكال. طبعا برشا مؤاخذات، احنا نحكيوك على الانتيور. سي عبد الجليل خلينا نبسطوا للساده المستمعين والمستمعات، اليوم جوهر الخلاف وين؟ الناس تحب تفهم جوهر الخلاف بين المجتمع المدني والطيف السياسي وحكومه يوسف الشاهد وين في علاقه بملف السياب؟ والله الدولة تحترم التزاماتها، فما قرارات غلق قديمة وفما منطقة ملوثة. ما نحكيش على الساحل الجنوبي الكل، على بالي مش الكل في على نفهموا على المنطقة الملوثة. تبع معمل مصنع خدم عنده 65 سنة مطالب باش المنطقة هذيك إعالة. صارت قبل المدينة صحيح، وقت خلق المعمل ما كانش منطقة أهلة. اليوم دايرين بها أحياء شعبية، واكثر منطقه فيها احياء شعبيه في المدينه موجودين في الساحل الجنوبي. فما برشا احياء محيطه بالمعمل. يلزم نضاف اليوم المكان هذيك فما امكانيات عظيمه جدا للتنميه في صفاقس اذا كانت تنحى السياق، وبخلاف طبعا المكونات الملوثه الاخرى في الساحل الجنوبي. مش كان السياق صحيح، اما السياق على راسها كان تحت ثم امكانيات رهيبه، وفما نظره شامله للتنميه في صفاقس وعملتها استراتيجيه ديفلوبمون قبل اسماء توصلنا دراسات من 2002 صار في صفاقس، ونعرفوا نحب نمشيو. ايش نقصد؟ ياخذوا الاعتبار. اليوم مش معقول احياء شعبيه قاعده تتخلق في صفاقس كيلومتر 10 و11 و12، وقت اللي احنا وقت وسط المدينه عندنا رصيد عقاري كبير اللي ينجم يكونوا مناطق للسكان، وخاصه الاهالي الموجوده خديكه تسكن في مكان نظيف وفي مكان قريب للبحر اللي يخليها تلعب بعيش كريم. واضح. عبد الجليل قدورة عن تنسيقية البيئة والتنمية بصفاقس، شكرا لك على كل هذه التوضيحات. هاشم الحميدي كاتب الدولة المكلف بالمناجم، كما كنت تسمع يعني الملف هذايا مازال يبدو أنه محل خلاف في علاقة بوجهات النظر بالآليات لحلحلة الملف هذايا اللي تحول تقريبا الى معضله. اليوم من المفترض وانه من المرتقب انه السيد رئيس الحكومه يوسف الشاهد مش يقوم بزياره في الايام القليله القادمه ولا الاسابيع القادمه لولايه صفاقس. عن ماذا سيعلن السيد رئيس الحكومه؟ بطبيعه الحال احنا راهو ماناش احنا فما التزام مشترك. الالتزام هذايا موجوده فيه معناها الوزاره بطبيعه الحال والمجمع الكيميائي والطرف الكل. ماناش باش نعملوا التزام اخر خارج الاطار هذايا. اذا كان معناها اتفقنا على المشروع الخلافي هذايا باش يكون بطبيعه الحال ثم طريقه من ثم اعلان معين. اذا كان ما وقعش اتفاق باش يكون ثم اعلان اخر. أنا البيان واضح، البيان واضح. كل المشاريع احنا ملتزمين بها، لكنه ما رضاش اليوم، ما رضاش برشا اطراف سي هاشم. لا احنا توا بالنسبه للمشاريع مصحين عليهم. تفكيك الوحدات الملوثه الناس كل مصح عليه. السلاح وتهيئه كوم الفوسفوجيبس معنيين به. السلاح وتهيئه الموقع هذا اللي كانوا نتكلموا عليه. يقول 90 مليون دينار مش كافيه، احنا بدنا نقولوا مش كافيه، ولكن هذايا خطوه 90 هما خطوه كبيره باش يعملها المجمع الكيميائي.
بطبيعه الحال احنا باش يكون في سيقع البت فيه في اطار مجلس وزاري راهو هذايا كما في 2009 وقع بت فيه في مجلس وزاري لانه ثم التزام مشترك مع عديد الوزارات. ما نجموش نعملوا تهيئه الموقع واستصلاحه دون مشاركة وزارة الشؤون المحلية والبيئة، دون وزارة التجهيز، دون وزارة النقل، دون وزارة ثم عديد من الوزارات المعنية بلدية صفاقس والمسجد الجاوي، يعني ثم أطراف أخرى متداخلة، وزارة التنمية والتعاون الدولي، يعني كلها أطراف تدفع إلى الحل، ولكن الحل ما هو شيء ما نجم يكون الا مشترك. هشام حميدي، فما شكون اليوم يقول علاش ما يتمش غلقه نهائيا وتفكيك المصنع، وربما المنطقه هذيك يكون فيها مشاريع تنمويه، مشاريع ذات طابع سياحي ترفيهي، ويتم صرف تعويضات للموظفين ويتفضل الاشكال. شوف احنا راهو المسائل هي مصنع، هي تابع منشأة عمومية، ثم طريقة ل راهو تصفية او تسوية شو اسمه المنشآت، راهو مش بالطريقة هذه تعويضات وغيره وكذا، مش هذا هو اللي يصعب على المجمع الكيميائي ان نعطيو تعويضات، ولكن اليوم ثم الموقع هو موقع للمجمع الكيميائي. راهو ال 200 هكتار الموجودين غادي راهم على ملك المجمع الكيميائي، ماشي على ملك طرف اخر خاص ولا عام اخر. يعني المجمع الكيميائي هو مطالب باش يقوم فيهم على ارض هذه مشاريع مطابقه للمواصفات البيئيه، ولكن في نطاق نشاطه، والنشاط نتاعو هو انا قلنا معناها كتب تكنولوجي باش مركز بحثي كذا، بالاستفاده من التجارب نتاع الاخوين الموجودين في معناها في سياب، فما عندهم تجربه كبيره، وفما معناها راهو شو اسمه بالنسبه للسياب قامت ب ثم دي بروسيدي باسمها، ثم عندها اثر ايجابي كبير على المجمع الكيميائي التونسي وعلى الاقتصاد التونسي. واضح. هشام حميدي كاتب الدولة المناجم، ما زلنا مواصلين معاك اليوم. هذايا البلان A، البلان B شنو ممكن؟ Restez branchés sur Diwan FM. Future maman, futur parent, ما تفلتوش le 3e salon maman et enfant من 28 مارس ل 2 افريل في معهد صفاقس. اكسبوزيسيون، جو، فورم سيانتيفيك لانيماسيون في صالون الام والطفل، تلقى الحل واللي تستحق له الكل. ما تنساوش لو كونكور بيبي كينج. كيف يحلى الجو، تكثر الحكايات والتصاور والفيديوهات والقلوب تزيد تقرب لبعضها. ابعث لاصحابك من الفوق في انترنت موبيل نتاعك، ولا بارتاجي معاهم من تليفونك ولا من الكلي. باش تبارتاجي من تليفونك كومبوزي نجمه 140 دياز، ومن الكلي كومبوزي نجمه 145 دياز، وكان تحب تعمل ترانسفير كومبوزي نجمه 240 دياز. اتصالات تونس دنيا اخرى. هنا تونس. نص نهار مستمعي ديوان FM، مرحبا بكم من جديد. برنامج هنا تونس في جزءه الأول مازال متواصل. يحضر معنا في الأستوديو هاشم الحميدي كاتب الدولة المكلف بالمناجم، وحديثنا حول ملف السياب اللي يبدو أنه تحول إلى معضلة لكل الحكومات اللي تداولت على السلطة في تونس بعد 2011. هناك بوادر حل لكن ما زالت الخلافات قائمة. هاشم حميدي، اليوم إذا كان ما فماش توافق، وإحنا اليوم السياسة التوافقية هي اللي تقود في البلاد، شنو ممكن يكون الحل البديل في علاقة بملف السياب؟ أنا متأكد كل الأطراف المسؤولة باش توجد حل مع بعضها. أنا اللي لمسته يوم الأربعاء بقينا حوالي 6 ساعات وإحنا نتحاوروا، معناها بدينا من 10 نتاع الصباح، كملنا معناها 4 نتاع العشية ولا 4 ونص تاع، معناها باش نأكد اللي راهو رغم الاختلاف معناها ثم قناعة مشتركة وأن باش نوجدوا حل، والحل راهو ما يجيش بتغليب طرف. الحل يطلب جرأة سياسية وقرار سياسي واضح من حكومة يوسف الشاهد. هاشم حميدي، اي بالضبط، هذا هو. احنا تو اليوم الجرأة ان قعدنا الناس في طاولة مع بعضهم، والجرأة وقت اللي احنا حبش ولا مثالش كنقولوا، احنا وقت اللي مشينا وقعدنا على اساس باش نعملوا جلسة أولية مع السيد الوالي من 9 ل 10 باش نتفقوا بطبيعة الحال على كيفاش. وقت بدينا 10 الجلسة ثم طرف ما حبش يكون موجود في القاعة. السادة النواب مشكورين، السيد الوالي وهما واعي منهم يعطيهم الصحة، واللي معناها بقينا خذينا مدة معينة باش عاود دخلوا للقاعة. معناها باش نعطيكم الإطار اللي بدينا فيه، معناها ثم الأجواء العامة كان ثم خلاف معناها جذري. احنا اليوم شو وين توصلنا؟ احنا اليوم باش نمشيو، وانا فما قناعة مشتركة في انه وراء الاعتصامات اللي كانت الخيام اللي كانت قدام الولاية، خيمة معاه وخيمة ضد، ترفعت بعد هالجلسه هذه، والحق فما اجواء ايجابيه نبنيو عليها، ومتاكد انه في اطار هالاجواء هذه النقيه
والصادقه اللي انا ما نختلفش متاكد انه الطرفين يحبوا مصلحه صفاقس، ولكن كل طرف يراها بمقاربه ولا بتصور. احنا اليوم حاولنا نقربوا وتوفقنا والحمد لله على الاقل 60 70% ولا اكثر. هما نهار الاربعاء قالوا 90%. الحمد لله قربنا، مازال 10% نتفقوا فيها، ما فماش حتى اشكاليه. وراو التوانسه ديما بعد قد على قد بيبدوا على بعضهم في الاخر بكل راهو باش نشوف في اتجاه واحد. انا على امل كبير وانا باش نلقاو في اطار توافق حل اتفق عليه صفاقس الكل وتونس الكل. هاشم الحميدي، قبل ما نختموا معاك اليوم فما جهه اخرى نحكيو على جهه السخيره اللي فيها أنشطة تهم وزارتكم اليوم. هل من جديد في علاقة بجهة السخيرة؟ ثم أولا مشاريع التأهيل البيئي اللي هي بالنسبة للسخيرة حوالي 150 مليون دينار. الحجم نتاع الاستثمار البيئي فيها مبلغ مهم باش نقصوا من معناها الافرازات الغازية والسائلة والصلبة، معناها باش نتحكموا في النقص المتلوث، لأنه اليوم احنا في 2017 مش كيما في العشريات السابقة. بطبيعة الحال احنا اليوم مواطن أحرص على أنه يدافع على حقه البيئي، واحنا كيف ملتزمين أن نكونوا في مستوى معايير الدولية. ونأكد لكم والدولة مطالبة باحترام الدستور أيضا. احنا نأكد لكم أنه بعد المشاريع تنفيذ المشاريع البيئية اللي هي في أقصاها في 2019 كل ما عملنا في المذيلة وفي القابس وفي السخيرة باش يكونوا مطابقين للمعايير الدولية للبيئة وأحسن. هذا جانب. اثنين، جانب المسؤولية المجتمعية. احنا توا حاليا في مستوى المجتمع الكيميائي أيضا تم برنامج تاع مسؤولية مجتمعية سنوي. احنا توا نحضروا في كراسات شروط لاختيار مكتب دراسات باش يبقى هو يعمل لاكومبانيومون ويعمل ميزون بلاس تاع المشاريع هذيا اللي هي باش تهم أساسا سخيرة وصفاقس بطبيعة الحال. دونك هذوما أهم شيء. أكدت لكم ونعاود نأكد أنه الطرف الهندي على استعداد أنه يزيد في طاقة الإنتاج ونكون نعملوا مصنع آخر. معناها لما يتعافى وضعية التفارت اللي هي عاش صعوبات كما قلت لكم في وين ممكن يكون المصنع هذا؟ هو في السخيرة، معناها يكون موجود في السخيرة. بطبيعة الحال احنا ان شاء الله تعافى شركة تفارت العام هذا 2017، ومن بعد نرجعوا للطرف الهندي وممكن نجموا نمشيو في ان نطوروا طاقة الانتاج. والطاقة التشغيلية اذا كان يتم بعث المشروع هذا. ونعرفوا مشروع قلت لك تاع تفارت تو حاليا ينتج 300 نظريا 360 ألف، طاقته الاسمية 360 ألف طن من الحامض الفوسفوري. حاليا ان شاء الله نوصلوا سنه ل 80%، الهدف نوصلوا 80% من الطاقه هذه. يشغل 450 بطريقه مباشره دون احتساب بطبيعه الحال بطريقه غير مباشره. كيف اذا كان باش نعملوا معمل في نفس الحجم بطبيعه الحال. وتعرفوا الاجور نتاع المجمع الكيميائي اجور هامه وكبيره وتخلي حركيه، تخلق حركيه كبيره في منطقه الانتاج اللي هي منطقه السخيره، واللي هي من الجهات المنسيه تنمويا اللي ان شاء الله يكون فما مشاريع جديده فيها. واليوم كل المشاريع التنمويه وكل مشروع جديد اكيد يهمنا طالما وانه فما خلق فرص للتشغيل وخلق مواطن شغل. شكرا لك هاشم الحميدي كاتب الدوله المكلف بملف المناجم في وزاره الطاقه والمناجم على كل هذه التوضيحات. بعد شويه يكون ضيفنا هادي احمد وكتابه الحدث كنت فرقة هارب من الدوله الاسلاميه موزيكا